السلام عليكم، كي دايرين؟ واش راكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة وعافية إن شاء الله. مرحبا بيا عندكم فيديو جديد. اليوم جيت باش نشارك معاكم بسطيلات صغار ديال الدجاج والجوز حلوين. نتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. بعد هاد الغيبة الطويلة ندوزو نيشان المقادير وطريقة التحضير. غنشد البصلة، عندي هنايا تقريبا 1 كيلو ونص ديال البصله. هاد الهاشوار ضروري تكون عندكم، ضروري مهمه، كتسهل علينا بزاف ديال الحوايج. راه دايره تقريبا راه جاي العامين وهي عندي، كنت خديتها من عند اواني شعيب وبثمن زوين وصدقات ليا مزيانه. راه دغيا هذاك كيلو ونص راه قسمته على 2 دفعات دغيا، راه ما كاملاش دقيقات صافي. قردات وليا رقيق داك الطريقه اللي بغيتها. صافي البصله ديالي ما كاين لا عذاب لا حتى حاجه، ساهله. انا غنشد هذيك البصله ديالي غادي نديرها بداك الطنجره وغناخذ الدجاج. انا هنايا عندي 2 كيلو ديال الدجاج، 2 كيلو منقي. شديت انايا الدجاج، حيت ليه داك الجلده ديالو. من بيان سور داك الدجاج راه مغسول وترقد في سكينجبير وفي الحامض، تغسل مزيان وترقد وبيت في الثلاجه. انا جبتو اصلا من الكونجيلاتور، جبتو البارح باش نوجدو صافي. شديت داك الدجاج ديالي حيتاش ما غاديش نشحرو، شديتو قردتو باش يجيني ساهل ويدخل معاه الطياب، يدخل معاه لاطريه. كما كتشوفوا داك البصله راه لتحت، سبت فوق منها الدجاج ديالي. قلت لكم عندي 2 كيلو ديال الدجاج اللي من بعد زعما ما تنقى داك ماشي الدجاجه ديال 2 كيلو، لا الدجاج عندي 2 كيلو ديال اللحم ديال الدجاج. هز عليه معلقه كبيره ديال سكينجبير، عويدات ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق ولا الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال البزار، الزعفران الحر اللي ما عندوش يقدروا يعوضوا بداك الدامه ديال الزعفران، الملحه على حسب الذوق، واحد معلقه صغيره عامره ديال السمن، قزبر معدنوس. انا ما عنديش طريين، دايرهم في المجمد او درت غباري قياس تقريبا 2 معالق كبار، واحد نص كاس ديال الزيت ديال المائده. صافي ونيشان شعلت عليه العافيه ودرتو فوق النار. الطنجره ديالي راه شتي بالماء قليت لا دجاج لا حتى حاجه، كيما صايب داكشي راه كلشي قدامكم. صافي كنحاول نحرك شويه داك الدجاج باش تدوز داك العطريه، تهبط شويه لداك البصله. صافي اصلا الطنجره عندي ديال الانوكس، هذاك بنادم خاصو يرد معاها البال بزاف. العافيه خاصها تكون النار تكون مهيله باش ما تحرقش لينا. اما هي زعما راه فيها الروه ديالها، فيها داك البصله هي غطلق الماء، راه ما زدت حتى نقطه ديال الماء. صافي من هنا من بعد ما راه هو كيتقلى في قامته، كيتقلى مع البصله وكلشي، يعني كياخذ حقه ديال الطياب. مره كنحرك من التحت باش ما تلصقش البصله في القاع ولا الدجاج، وباش داكشي العطريه تخلط. صافي زدت هنايا واحد معلقه كبيره ديال القرفه باش ما قنعتنيش داك العويدات. صافي نغطي على الطنجره ديالي ونخليها حتى طيب. النار كنأكد لكم تكون مهيله، راه الطنجره ديال الانوكس هذه. صافي الدجاج اصلا راه ما كيشدش طياب بزاف، دغيا واصلا قطعته باش ما ياخذش الوقت بزاف. صافي دابا منين كنحس الدجاج ديالي راه صافي طاب، غادي نحيد الدجاج، غنصفيه من داك البصله اللي معاه. كنحاول نهز غير داك الهبره ديال الدجاج باش يبقى ليا داك البصله اللي تحت. شير الدجاج راه طاب حتى لدرجه انه ولا كيتفلتت بوحدو. صافي نحيد داك الدجاجات ديالي. صافي كنشوف لا باقي شي عظام ولا شي حاجه تمايا نحيدو.
نحيد داك العويدات ديال القرفه تا هما اللي بانوا ليا قرابين حيت صافي ما بقاش عندهم شي ضغط معايا. صافي هنا باش يسهل عليا الامر حيدت درت مقله باش دغيا داك البصله تحسن ليا ودغيا تشرب، مبقيتش محتاجه الطنجره. صافي زدت القرفه، زدت السكر كيبقى على حسب الذوق. صافي حتى تنشفت ليا مزيان داك البصله. شوف فاش كنحرك ما كيبانش لك، راه كيبان لك داكشي قياس ماشي ما فيهاش الماء. صافي بدات كتشرب، خديت 8 ديال البيضات غنحركهم بواحد الاناء، نزيد عليهم شويه ديال الملح وشويه ديال البزار باش كتهرسي شويه داك الزفوريه ديال البيض. صافي نحركهم ونبدا نزيدهم بشويه. في هذه المرحله انا كنزيد نقسم داك البيض ديالي على واحد 3 دفعات، كنزيد وكنحرك مزيان باش ما يتكتلش ليا داك البيض. انا كندير نحرك، راه مسرعه الفيديو. صافي غادا حتى كيتنشف ليا. صافي داك البصله كتوكح مزيان وداك البيض كيتخلط معاها، ما كتبقاش تفرق ما بين البيض وسميتو والبصله نهائيا. ما كتبقاش تعرف حتى انه راه مديور فيها البيض. تالمو داك البصله منسمه ليا داك السكر والقرفه معسله مزيان وداك البيض تحرك معاها بسرعه. صافي انا كدقتها، جات ناقصه شويه سكر، درت واحد كميه ديال السكر. واحد عويه ديال القرفه بان ليا تا واحد. صافي ها البصله ديالي واجده. صافي الدجاج هذاك ملي اللي حيت صافي كنبقى نقلبو كنفرتت فيه، وفي نفس الوقت كنقي هذاك العظيمات الصغار داك سميتو كنحيدهم. انا راه درت معاكم الطريقه بالتدقيق للمبتدئات زعما باش كاع ما قلت لكم حتى ايطاب باغ ايطاب غادا معاك. ما تقولش يا اختي ما عرفش نصيب ولا عكاس ولا هذا، هي كلشي قدامك. اصلا انا راه ماشي محترفه، راه قلت داكشي اللي غادي كنصايب لداري ووليداتي قلت نشاركو معكم. صافي كنبقى مستمره بحال هكاك حتى كنقي داك الكميه ديال الدجاج عندي كامله. صافي من بعد ملي كنسالي الدجاج ديالي فرتتو، داك البصله والبيض كنزيدهم على هاد الكميه ديال الدجاج. صافي وكنخلط مزيان. كنشوف داك الساعه نقدر نزيد سكر كلاصي، نقدر نزيد واحد الساشي ديال الزهر، داك زهره البرتقال، داك الفاني اللي منسم بزهره البرتقال. نقدر نزيد شويه ديال الزهر، كيبقى داكشي على حسب الاختيار ديال كل واحد. نزيد شويه ديال السكر كلاصي وخلطته. اللوز ديالي بالطبع راه واجد، اللوز راه ساهل، راه كناخذ الكميه ديال اللوز اللي بغيت كندير الماء يغلى وكنلوحو فيها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. صافي وكنشدو كنقليه في الزيت بارده ونخلطو مع شويه السكر كلاصي والقرفه. وفاش كنبدا نخدم راه كنحطو حدايا. هي الطريقه ديال الطيب ديالي. راه خديت ورقه صغيره عندي هذه، واحد الغلاقه ديال واحد القرعه ديال العطريه، ولا هذاك السخل ديال 5 دراهم حتى هو صغير، ولا اي طبسيل عندكم. عرفتوا شتي الشكل ديالها، بسطيلات صغار. هذا القطر ديالو تقريبا راه فيه واحد 10 سنتيم. انا راه درت ديال الدجاج ودرت ديال الحوت كلهم في نهار واحد. اما دابا الاستعداد رمضان راه العد العكسي خدام. صافي وكندير داك اللوز ديالي انا كنت بوجدته على تيساع، درتو في كونجيلاتور داك السوبيره، ودابا فاش بغيت نخدم بيه راه كنجبدو شي كندير ورقه صغيره والربع ديالها، وكندير داك العماره ديالي ديال البصله والدجاج والبيض وكنزيد عليهم اللوز. صافي وكنجمع الورقه ديالي كلها الفوق، كنتنيها شويه نحلها بحال الوريضه وكندهنها بزيت والزبده وكنشدها وكنقلبها. هذه ما كنخليهاش باش داك الورده تثبت ليا داك الديكوراسيون ديال الورده، كنخليها مقلوبه حتى كنبغي نديرها في البلاستيكات وندخلها المجمد عاد كنقلبها على وجهها.
هنا كما قلت لكم راه وجدتهم، انا كانت عندي درت بصيلات ديال الدجاج وديال الحوت بجوجهم في نهار واحد، وهذوك راه غادي نطيبهم معكم باش نوريكم في الاخر الشكل النهائي كي داير. راه العد العكسي غنعاود معكم عاوتاني الطيب ديال البسطيله. عندي ورقه حجم صغير كنحطها، كندوبلها بواحد الربع ديال داك الورقه. ديت ورقه قسمتها على ربع، كناخذ داك القياس ديالي ديال العماره، كندير في داك اللوز اللي هرمشتو معاه سكر كلاصي والقرفه. كندهن الورقه ديالي حيت هادو غادي يدخلوا الفران وغيبقاو في المجمد واحد المده، كندهنهم بشويه ديال الزيت والزبده صافي. كنجمع داك الورقه اللوز ديال داك الورقه الفوق، كنحاول ندورهم واحد شويه صافي، وكنبدا نحل الديكوراسيون باش كتجي بحال الورده. كنعاود ندهن ونقلبهم، نخليها على هذاك سميتو باش تبقى داك الشكل ديالي يبقى ثابت صافي. كنخليه مستمر بحال هكا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. كيجي الشكل ديالها جميل، ما بقاتش داك قوه زعما لويها من هاد الشيء ها وعاود قلبها ولا لا، خدمه دقه واحده كتجي جميله جدا شكلا ومذاقا. كنتمنىكم تجربوها وتخلوا لي في التعاليق كي جاتكم. نعاود معكم طريقه راه سهله جدا، لا الطريقه ديال الطي راه صافي راه ساهله، يعني غتولي عندكم البسطيله بحال اللعب ديال الدراري الصغار. ومازال ان شاء الله غنحط لكم فيديو ديال البسطيلات ديال الحوت حتى هما، وتشوفوا حتى هما الطي ديالها راه ساهل. وهذا الشكل النهائي ديالها ملي دخلتها الفران. الفران سخون، شعلت عليها من الفوق ومن التحت باش كتحمر غير داك الورقه ديالنا وكتقرمل. رشيتها بشويه ديال السكر كلاصي وزوقتها بشويه ديال الورد البلدي، وها هو الشكل النهائي ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم. الا جربتوها ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم بالتعليق ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بيان سور ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج. الله يعاونكم. تشاو تشاو تشاو.